متوقعها والله، يعني انا متوقعها وقاعد مستنيها، وكالعادة كل يوم تصحى على خبر اوحش من الخبر اللي قبله. وحصل اللي انا كنت خايف منه، وهو بنتاي خلاص فسخ عقده. مش عارف اقول ايه والله العظيم، مش عارف اقول لك ايه. كنت متوقع وكنت عارف وعامل حسابي على اللحظه ديت، عارف ان خلاص مجلس اداره الزمالك سلم النمر ورفع الرايه وقال لك خلاص انا يعني استسلمت. مع ذلك هم لسه مكابرين ولسه ما قدموش استقالتهم ولسه عمالين يعندوا. انا مش عارف بصراحه هم جايبين البجاحه دي منين. حاجه انت مش قدها يا اخي سيبها وامشي، مش لازم تمشي وانت مغرقها وموتها ومخليها معدومه العافيه. بجد رساله لمجلس اداره الزمالك، لو كان عندكم ذره كرامه واحده بعد اذنكم قدموا استقالتكم كده استقاله جماعيه وسيبوا النادي وامشوا. لك خبر بعد كده بيقول لك ان الزمالك ارسل دفعه لاخوان بزيره خوفا من ان يعمل نفس اللي عمله بنتاج وصلاح مصدق، وان هم تواصلوا مع وكيل بنتاج عشان يتراجع عن قرار فسخ التعاقد ويديله جزء من الفلوس. طب ما كنت تديله من الاول، انت لازم تستنى لما البلوه تحصل عشان تشوف هتعالجها ازاي، اللي انت اصلا مش هتعالجها لانه اكيد جاي العروض قد كده. انتوا فشلتوا فشل ذريع زي ما الناس بتقول. انتوا مالكمش لازمه على كرسي نادي الزمالك. انتوا جيتوا استلمتوا النادي غرقتوه اكتر ما هو كان غرقان، او المجالس السابقه اللي كانت قبل كده كان عليها غلطات، فانتوا جيتوا بقى يعني عليتوا على كل الغلطات ديت. والله مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد اذى نادي الزمالك وخد مكان مش مكانه وخد كرسي مش بتاعه لاجل بس الشهرة او المصلحه، وفي الاخر يعني ضر النادي ده وما فادوش. امبارح كان صلاح مصدق ومعالي والجفالي، النهارده بنتايج، وبكره هيكون خوان بزيره وهيكون باقي المحترفين، وبعدها بقى ندخل على اللعيبه المصريه كمان وتفسخ هي كمان عقودها. قادر اقول لك بصراحه غير ان القادم اسوأ بكتير.